الو، وزارة القوى العاملة، مشاريع الشباب. عندي شوية لعيبة من وجهة نظر التي لا قيمة لها على الإطلاق، شايفهم هيبقوا أحسن في شغلانات تانية غير كرة القدم. ركز معايا وأنا هقول لك مين بالظبط. مين مضايقك بس يا كابتن؟ أنت. لا غيري، مين من اللعيبه مزعلك؟ قول لي مين مش مزعلني. أنا قررت أشوف لكل واحد فيهم شغلانة بدل ما يوجع قلبهم وقلبنا معاهم. طب في سؤال جاي لك من شحتوت من كفر وسحتوت، بيقول لك عاوزين نقدم لكابتن محمد مجدي قفشه ونشوف له شغلانه تانية. اختيار ممتاز يا شحتوت، من أول المرشحين عندنا كابتن قفشه. بنفكر ان شاء الله نشغله قهوجي، بس ساعتها يفضل يلف حوالين نفسه في القهوه ويقعد يبرم حوالين الترابيزات، وبرضه مش هيوصل الطلبات لحد في الاخر. ده غالبا نفس اللي بيعمله في الملعب بالظبط يا كوتش. امال ما احنا بنرشح كل لاعب للشغلانه المناسبه ليه ولشخصيته. هيما من دار السلام بيقول لك يا كابتن عاوزين شغلانه لمحمود علاء. ده ربنا يكرمه ويسيب الكوره ويفتح جمعيه خيريه. الراجل يعمل خير للفريق المنافس اكتر ما بيعمل للفريق، ويفضل اسمه برضه محمود اسيست او محمود مساعدات، وربنا يجعله في ميزان حسناته. بيمتاز بايثار النفس. سمر الاهلاويه بتقول لك يا كابتن شوف لنا شغلانه والنبي لمحمد شريف. لا، محمد شريف معروفه، هو شريف المخيف، فيشتغل بقى في دريم بارك في بيت الرعب، يقعد يخوف في العيال، ولو مش عاجباه ينتج بفلوس الكوره برنامج زي رامز ويقعد يخض فيهم ليل ونهار ويقول لهم انا بحب اصحابي. طب محمد الشناوي يا كابتن هيبقى حارس عقار، يلبس النضاره عشان الشمس اللي على طول مضايقاه دي، ويقعد على الدكه يراقب كل اللي داخل العماره، زي بالظبط ما بيقعد يراقب كل الكور اللي داخله مرماه. بس عاوزين نشغل معاه واحد اسمه ايمن اشرف برضه يا كابتن. لازم، عشان كل ما حد غريب يدخل العماره يزعق لايمن اشرف ويقول له سبته يدخل ليه؟ ما تضغط يا ايمن. طب الونش يا كابتن؟ لا، ده يشتغل على نفسه، يحسن من نفسه يعني؟ لا، يقوم بدوره كونش ويشيل بقى الرتش اللي بنشوفه من زمايله الكسر اللي حواليه. بقول لك ايه، يلا نطلع اغنيه ونرجع نكمل تعيينات بس للعيبه الاجانب. طب ماذا لو قلنا تيجي نغير جو نشوف للعيبه شغلانات ناو، الكلام كده راح يحلو. انا عندي فكره، اللعيبه تعمل كارير شيفت من بكره. او معلم قفشه شايف انه صابي قوي على القهوه. او شريف مخيف في بيت الرعب يعمل اثاره. او هالاند مافيا سفاح وابيض وشغل عافيه. او هالاند مافيا سفاح وابيض وشغل عافيه. او شناوي حارس طويل وضرفه وحارس عماره. او كيليان ديليفري سريع واسمر يكسر اشاره. او رمضان طموح دكتور محاضره شطور شطاره. كشف مواهب ابو العز، شغلانات لايقه بالمسطره. وانت يا صديقي العزيز تختار مين من اللعيبه يشتغل شغلانه تانية تليق على شخصيته، وهتكون ايه الشغلانه دي في عالم موازي؟ سامح من عزبة النخل بيسأل، طب ومبابي يا كابتن نقدم له على وظيفة ايه؟ مبابي يشتغل طيار دليفري بس على رجله، لانه حبيبي ما شاء الله الجسم جسم اسد والصحه كفره، فمش محتاج موتوسيكلات، هو نفسه بيجري بموتور. طب وكريستيانو يا كابتن؟ ده يسيب المملكه عشان الشغله الجديده مش هتناسبه هناك، هو يرجع بلدهم ويشتغل موديل بوكسرات، لانه حبيبي بيقلع اكتر ما بيلبس. رقم اخر 44 بعد بيقول لك طب وهالاند يا كابتن؟ هو شكله بيبي فيس ووشه انعم من طيب الطفل، بس ده بيشتغل مع العصابات النرويجيه او المافيا الايطاليه، لانه عيل سفاح وجبروت ما شاء الله ما بيكبرش لحد. شادي من ابو قير بيسالك على كابتن رمضان صبحي. ياه، انت لسه فاكر يا شادي؟ فيك الخير والله. عامة كابتن رمضان ما شاء الله هيبقى امور في البدله، هيلبس بدله ويطلع يدي كورسات تنميه بشريه ويالف كتاب طموح وترجع بالسلامه. طب وكابتن كهربا يشتغل ايه بدل الكوره؟ كهربا بتاع لت وعجن، فيستفاد بقى بالموهبه دي ويشتغل فطاطري، وهو يعمل لنا فطيره مشكل جبن، قصدي فطيره مشاكل جبن. علامه يا كابتن والله. امال انت فاكر ايه؟ ده موضوع كله تكتيك وتخطيط، ولو ما شفتش حلقه التكتيك والخطط الكرويه يبقى اتفرج عليها، وما تنسوش تكتبوا لي اسئلتكم وتعملوا شير للحلقه، ولو عجبتكم اعملوا لي سبسكرايب لو احنا على اليوتيوب للحلقه وانتوا كرويين. سلام.